السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندي رسالة أتمنى توصل لمن يهمه الأمر. لما قامت الأحداث الأخيرة في فلسطين وشفنا الدمار الشامل اللي حصل لإخواتنا، مفيش حد طبعا ما تأثرش. ما أعتقدش إن في إنسان مسلم عربي ما تأثرش، مسلم أو عربي. حتى في الغرب شفنا ناس كتير جدا مش مسلمين ولكن عندهم إنسانية، تأثروا بشكل قوي جدا، يمكن أكتر من ناس كتير أوي مسلمين وسطنا. وهنا الناس كلها محتاجة تراجع نفسها. أكتر من حد كان ليه موقف في القضية وفي الأحداث الأخيرة اللي حصلت. ناس طبعا مشاهير معروفين جدا زي بيج رامي، زي باسم يوسف، زي محمد سلام، زي أحمد مكي العظيم، أحمد مكي. ناس كتير كان ليها مواقف قوية جدا متضامنة مع إخواتنا واللي بيحصل معهم في الأحداث الأخيرة. محمد سلام باختصار شاب مصري ممثل جامد جدا بصراحة، أنا بحبه على المستوى الشخصي وناس كتير جدا بتحبه. كان عنده مسرحية هتتعمل. مع اختلافك يعني ممكن تختلف معايا في الرأي، ممكن أختلف معاك في الرأي، ولكن ملوش لازمة التجريح يعني. طيب، محمد سلام كان عنده مسرحية في موسم الرياض، والراجل شاف إن هو نفسيا مش هيقدر يقدم مسرحية ويكون فيها، هو راجل كوميدي فأكيد الكوميديان بيضحك الناس، فشاف إنه مش مناسب في الوقت ده إن يطلع يعمل المسرحية دي. وهنا اعتذر محمد سلام بكل احترام وكل أدب، قال أنا مش هقدر إن أنا أروح. والناس انتقدته، في ناس انتقدته وناس يعني اتقسمت، يعني بين منتقد أو معارض وبين مؤيد لموقف محمد سلام. خلاص، هو حر، الراجل حر، تمام. أنا حر في اللي أنا بقوله بما إني مش بأذيك، فأنا حر، أنت حر ما لم تضر، تمام. ولكن تعاطفك مع اللي بيحصل مع أخواتك ده شيء يعني من الدين، من الإنسانية، احسبه زي ما تحسبه، ده شيء لابد منه. أعتقد إنه مفيش في كلام، تمام، متفقين طبعا. طيب، واعتذر الراجل وما راحش، وضحى بالأجر اللي كان ياخده أو بالفلوس اللي كان ياخدها، وطبعا ده أثر عليه ماديا وكذا. ولكن في هنا بقى الأرزاق مين اللي بيقسمها؟ رب العالمين سبحان الله. ربنا له حكمة إن الرزق يكون بإيده مش بإيد بشر، لأن لو بإيد بشر الرزق محدش هياكل وهيشرب، هتبقى مشكلة حقيقية. ومن ترك شيئا لله أبدل الله خيرا منه. احنا كده اتعلمنا في ديننا، تمام. ممكن تكون انت مختلف معاه في وجهة نظره، خلاص انت حر، هو كمان حر، فين مشكلتك يعني؟ انا مش فاهم. يطلع النهارده الاستاذ بيومي فؤاد ويعمل، يعني انت رحت اديت المسرحيه بتاعتك، خلاص محدش حس بيك، يعني الناس هناك رحبت بيك واديت دورك. انا عن نفسي ما شفتش المسرحيه دي ولا اعرف عنها حاجه، وخلاص تمام. وانت راجل كنا بنحبك اصلا، احنا كلنا كنا بنحبك. المصريين اعتقد ناس كتير جدا كان لك شعبيه كبيره جدا في مصر. تعالوا كده نسمع بيومي فؤاد قال ايه. احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا. قال احنا جايين نقدم فننا، مش غلط. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول طبعا. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه وهي تعلم ان انا مصري، انا بشرف بلدي. مش غلط بالمناسبه ان انا اتصور مع شاب سعودي، ومش غلط ان شاب سعودي يتصور معايا، ومش غلط ان انا اتصور مع اخواتي المسلمين او يعني العرب في كل مكان، ده مش غلط بالمناسبه. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك.
معرفش، انا ما شفتش في الفيديو بتاع محمد سلام ان هو غلط في فن ولا حاجه. الراجل اعتذر عن الدور، فانا ما شفتش ان هو غلط في فن ولا حاجه. فين المشكله؟ احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا. طبعا انت ما جيتش عشان تضحك، ازاي؟ ما هي دي شغلتك اصلا. انت الفن اللي انت بتقدمه فن كوميدي، فانت اكيد بتضحك. انت لو ما ضحكتش يبقى انت ما عملتش حاجه. كل ادوارك اللي انت بتعملها كلها كوميديه. يعني احنا متابعينك، يعني احنا جمهورك، يعني المفروض كنا. انا وكل زملائي دول احنا بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. كتر خيركم، كتر خيركم. بس ليه كتر خيركم؟ يعني انا مش فاهم ليه كتر خيركم. كتر خيركم على ايه يعني؟ ما فهمتهاش دي بصراحه. انت رحت، راجل جالك دور، رحت تأديه، ده شغلك، رحت تأديه، فخلاص كتر خيركم اللي هو على ايه يعني؟ مش فاهم، انا ما فهمتهاش دي بصراحه. كتر خيركم، احنا بنقدم فن، احنا بنتعب وبنشتغل. كتر خيركم. مش عشان نيجي نضحك. تاني لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايام نجيب ريحاني لغايه محمد انور المفروض ينتحروا. ليه بقى ينتحروا؟ ليه؟ الناس كانت بتقدم فن، بس كان لها مواقف. وقت ما يكون في موقف لازم انت كمان تكون ليك دور، لازم يكون ليك دور. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. انا اسف. انا اللي اسف ليك يا استاذ بيومي. انت خسرت جمهورك النهارده، انت خسرت يعني فئة كبيرة جدا 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 من جمهورك النهارده. انت غلطت يا استاذ بيومي للاسف. الكلمة اللي انت عملتها النهارده، انت غلطت. وانت كمان هاجمت زميل ليك، وزميل مش قليل، محمد سلام مش قليل. ف يعني خانك التعبير في حاجات كتير قوي انت قلتها النهارده. انا معرفش ليه انت عملت كده بصراحة. فعموما وده كان كلام الاستاذ بيومي فؤاد. انا بدعوكم تشوفوا كلام احمد مكي، الرائع احمد مكي. يعني مبدع بصراحة. احمد مكي بيثبت لي هذا شخصيا انه فنان يستحق الاحترام، لانه اولا كل ادواره محترمة، بيضحك، بيعمل ادوار متنوعة. انا مش بفهم قوي في الاسماء اللي هي الفنية، التراجيدي ومش عارف والحاجات دي، ولكن هو راجل بيقدم فن شامل، راجل شامل، عمل كل حاجة في الفن، كل حاجة عملها في الفن احمد مكي. ومع ذلك لما جه الدور او الموقف اللي لازم يقف فيه جنب اخواته، وقفوا بشرف وبرجولة، واتكلم كلام يدرس يتكتب. شوف كمان باسم يوسف وكلامه الجميل جدا. شوف كلام ويجز، شوف كلام بجرامي، شوف كلام فلان وفلان وفلان وناس كتير قوي كان كلامها عامل ازاي. ولكن انت استاذ بيومي للأسف النهاردة خسرت جمهور كبير ليك، وانا واحد منهم.